لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة أخبار المملكة المغربية الشريفة. دب الرعب في صفوف حكام الجزائر خلال الأيام القليلة الأخيرة من السنة المنصرمة، مباشرة بعد توصلهم بأنباء تفيد إمكانية وضع البوليساريو على لائحة المنظمات الإرهابية. ووفق تسريب استخباراتي، فقد أرسل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بصفة مستعجلة مستشاره في الأمور الخاصة شفيق مصباح رفقة مجموعة من كبار ضباط المخابرات الخارجية إلى واشنطن ليلة 21 من دجنبر 2022. وكان هدف الوفد الأمني عقد لقاءات مع العديد من الشخصيات بمجلس الشيوخ الأمريكي قصد إغرائها بالمال لتأسيس لوبي قوي يدافع عن المصالح والأطروحات الجزائرية بالولايات المتحدة الأمريكية. ويؤكد ذات التسريب أن يوم 19 دجنبر 2022 شهد حالة طوارئ قصوى في قصر المرداية ووزارة الخارجية ومركز المخابرات الخارجية DRS وفي السفارة الجزائرية بواشنطن، بعد وصول معلومات من عملاء المخابرات الجزائرية داخل دواليب صناعة القرار الأمريكي تؤكد أن هناك قرار بوضع جبهة البوليساريو على لائحة الإرهاب، وينتظر فقط إمضاء الرئيس الأمريكي جو بايدن. وجاء كذلك حسب نفس المصدر أن اللوبي الإسرائيلي The Israel Lobby يمارس ضغطا رهيبا من أجل تسمية البوليساريو كجماعة إرهابية في منطقة شمال إفريقيا، وذلك بعد التأكد من علاقتها مع حزب الله الإرهابي المتواجد فوق الأراضي اللبنانية ومع دولة داعمة للإرهاب وهي إيران. ليعود التسريب المخابراتي ويشير إلى أن من ضمن الأسباب كذلك التي جعلت واشنطن تفكر في وضع الجبهة ضمن التنظيمات الإرهابية تهديداتها الصريحة بشن هجمات إرهابية على مناطق بالصحراء المغربية وتورطها في نسج علاقات متطورة مع العديد من الجماعات بالقارة الإفريقية، وعلى رأسها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. كما أن المخابرات الأمريكية CIA زودت وزير الخارجية أنتوني بلينكين بتقرير استخباراتي يؤكد تورط العديد من الأعضاء في الجبهة الانفصالية في قيادة أكبر الشبكات الإجرامية المعروفة بالمتاجرة وتهريب المخدرات في منطقة الساحل والصحراء حسب ما جاء في نص التسريب. وذكر تقرير CIA بعض أسماء زعماء عصابات تهريب المخدرات من إفريقيا إلى أوروبا ينتسبون إلى البوليساريو، ومنهم سلطاني ولد أحمد ولد بادي ويلقب بسليطن، فرحة ولد حمود ولد معطى الله وهو عسكري سابق يقيم في مخيمات تندوف، بريكة ولد الشيخ وهو عضو معروف في الجبهة، لحسن علي ولد إبراهيم الملقب بجراندايزر. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة أخبار المملكة المغربية الشريفة.